تصور الآن أنا نتحداك أن كثيرا من الناس اليوم ربما يفتح الهاتف وتمر عليه ويشوف شحال من حاجة حرام ويسمع شحال من موسيقى جازت عليه، والله ما يقول استغفر الله، لأنه علاه والفها خلاص. بالك ربما يقول ما شفتهاش هذه جازت، أنا كنت نحوس جازت، معليش قول استغفر الله. شفت نشرة الأخبار وراو لك مذيعة مزينة وكانت قاعدة، قول استغفر الله. ما توالفش المعصية، قول استغفر الله، مهما كررت منها قول استغفر الله، لأنه هذا هو الإكثار من الشيء الذي يفتنا وينتشر فينا ونولوا لا نتأثر. احنا ذكرنا من علامات الالتزام الأجوف، إنسان يحس روحه متدين هو والو فارغ الداخل كما راح حالتنا هكذا، ربي يهدينا. هذا الحال اللي رانا فيه وشنو هو؟ من علامات ضعف الإيمان وضعف الالتزام. شغل مزيفين، احنا مدينين مزيفين. عدم التأثم، انك تولي ما تشعرش بليك دير في الاثم، شحال من حاجه درتها ومن بعد كمل عادي، ما تحبش ما تقولش استغفر الله اليوم غلطت في السيد هدرت فيه كذا، لازم نتوب الى الله واستغفر الله، خرج الصدقات طلب منه سماح. شغل انا نجوزوا المعاصي شغل راهم يتراكموا رابيد، ما قدرناش، ما عندناش وقت باش نستغفروا. وهذه الحياه الرقميه هي تساهم، يعني تسهم بطريقه فعاله جدا في انها تراكمت علينا المعاصي ولينا ما عندناش وقت باش نستغفر الله تبارك وتعالى.